السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة الزراعة الحديثة، قناة بتهتم بالمعاملات الزراعية والتوصيات الفنية لزراعة المحاصيل المختلفة. المحتوى اللي بنقدمه في القناة معمول من خلال مجموعة مهندسين متخصصين في الإنتاج النباتي عشان نساعد المزارعين والفلاحين إنهم يزرعوا بأسلوب علمي للحصول على أعلى إنتاج وبأقل تكلفة. مجموعة المهندسين دول اللي عاملين مدونة الزراعة الحديثة. المدونة باختصار بتتكلم بطريقة علمية عن زراعة جميع المحاصيل الزراعية. هسيب لحضراتكم رابط المدونة أسفل الفيديو في صندوق الوصف، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك الفيديوهات الجديدة على القناة. واستكمالا للسلسلة اللي بدأناها على القناة واللي بنتكلم فيها عن زراعة محصول الأرز. اتكلمنا قبل كده عن أنواع الأرز المختلفة وأفضل الأنواع المهمة والاستراتيجية، وموضوع الفيديو النهاردة عن طرق الزراعة. وكنا بادئين قبل كده طريقة الزراعة بالشتل، واتكلمنا عن تجهيز المشتل والمعاملات الزراعية الخاصة بالمشتل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تجهيز الأرض المستديمة، وهنتكلم عن التسميد. احنا المفروض بنحط سوبر فوسفات الجير على البلاط قبل الحرث بمعدل 100 كيلو جرام للفدان سوبر فوسفات أحادي 15%، أو ممكن نحط 40 كيلو جرام للفدان من سوبر فوسفات ثلاثي 37%. وبنأكد على إضافة السمات الفوسفاتي. أما إذا كان المحصول اللي قبل كده كان بقولي، بيفضل عدم إضافة الأسمدة. وبالرأي حاجة مهمة جدا اللي احنا منضيفش سماد السوبر في وجود مية عشان ما يكونش ويحصل تكاثر للريم في أرض الرز. طب بنجهز الأرض ازاي؟ بنحرتها كويس، وبعد كده هنسيب القلاقيل 4-5 أيام، وبعد كده هنضيف الأزوت بتاعنا سلفات نشادر 20%، ده بمعدل 4 شكاير للفدان، أو شكرتين يوريا 46%. هنضيف تلتين الكمية من السماد قبل ما نحرط الحرثة التانية، وبعد كده هنزحف وهنملى الأرض مية في نفس اليوم. طب والتلت اللي باقي من السماد هنبدره قبل ما السنابل تتكون من 25 ل30 يوم كده بعد الشتل. بننصح المزارعين بعدم زيادة أي معاملات عن اللي احنا ذكرناه، لأن كده بيؤدي إلى رقاد النبات وانتشار الأمراض والآفات. ومنضيفش أسمدة بعد طرد السنابل، عشان ده بيخلي الحبوب فارغة، وبالتالي المحصول بيبقى قليل. ولو احنا نسينا نضيف كبريتات الزنك لأرض المشتل، عشان احنا قلنا في أرض المشتل بنضيف 1 كيلو جرام لكل إيراد، هنرجع نضيف 10 كيلو جرام كبريتات زنك لكل فدان في الأرض المستديمة، والكلام ده بعد التلويط وقبل الشتل مباشرة. والكمية دي بيستفيد منها الأرز والمحاصيل اللي هتيجي بعد الأرز لمدة 3 سنوات. الناس الوقت هتسأل احنا ليه بنضيف كبريتات الزنك؟ لو احنا ما ضفناهاش قبل الشتل هتظهر أعراض نقص على النباتات، بتكون عبارة عن تلوين في الورقة على جانبي العرق اللي بيبقى في النص، وبيكون شكلها زي صدى الحديد. طب في الحالة ده هنعمل ايه؟ هنجفف الأرض كويس لمدة يعني تكفي لتهوية التربة، وبعد كده هنرش النباتات بمحلول كبريتات الزنك بمعدل 2 كيلو جرام للفدان، هندوبهم في 200 لتر مية، أو 1 كيلو جرام من الزنك المخلبي برضه هندوبهم في 200 لتر مية، وبعد كده نرش النباتات. هنقوم بعملية شتل الأرض المستديمة الوقتي. طب بعد 25 ل30 يوم من الزراعة هنيجي نملخ الشتلات من المشتل، وهننقلها للأرض المستديمة في حزم صغيرة هنحطها جنب بعضها مش فوق بعضها. هنحط العدد المناسب في كل جورة في وحدة المساحة، والمسافة بين الجورة والتانية هتكون في حدود 20 سنتي. نيجي لمكافحة الحشائش.
احنا عندنا في أرض الرز بتنتشر حشائش كتيرة جدا، منها الدنيبة والعجيزة وبركبة والسعد، كلنا طبعا عارفين الحشائش دي. احنا عندنا المقاومة الكيماوية أفضل من المقاومة أو النقاوة اليدوية. من بعد يوم ل3 أيام من الشتل هنجيب مبيد الرانشو 70%، 400 جرام للفدان لمكافحة الدنابة وبركبة والعجيزة. وهنجيب مبيد الساترين 50% بمعدل 2 لتر للفدان، تضاف بعد 3 أو 4 أيام من الشتل. ومبيد السندكس 10% بمعدل 80 جرام للفدان، وده هنضيفه بعد 5 أيام إلى 10 أيام من الشتل. مبيدات بتستخدم بعد 15 ل20 يوم من الشتل زي البازجران، وبيستخدم بمعدل 1.5 لتر للفدان. ولو احنا مش هنستخدم مبيدات لمقاومة الحشائش، هيتم إجراء نقاوة يدوية من 2 ل3 مرات. المرة الأولى بتكون بعد الشتل ب25 يوم، والتانية بتكون بعد أسبوعين، والتالتة بعد أسبوعين من التانية إن كان موجود حشائش بالأرض. بعد ما ننتهي من الشتل ب3 أيام هنملى الأرض مية بارتفاع 3 سنتي، وبعد كده هنزود هذا الارتفاع تدريجي بتقدم النبات في العمر. والمفروض الأرض تكون دايما مشبعة بالمية خلال الموسم بقدر الإمكان لغاية أسبوعين قبل الحصاد، أبدأ أنشفها عشان الحصاد بتاعي. ولما أحافظ على المنسوب بتاع المية في قلب الأرض، ده بيحافظ لي على السماد الأزوتي وبيقاوم الحشائش وبيديني محصول مرتفع. وأصناف الرز كلها بلا استثناء حساسة جدا لنقص مياه الري، خصوصا في فترة الطرد وتكوين السنابل. وأما الأرض بتكون جافة في المدة ديت بتدي نقص المحصول، ممكن النقص ده بيصل ل50% من الإنتاج بتاعنا. وعشان كده احنا بنراعي عدم تعريض النبات أو الأرض للجفاف، خصوصا في الفترتين دول، وهي تقريبا بتبدأ من 25 يوم بعد الشتل ولمدة شهر تقريبا. وبكده نكون انتهينا ان شاء الله من طريقة زراعة الأرز بالشتل، وانتظرونا في الفيديو الجاي هنشرح طريقة الزراعة البدار. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان تصلك الفيديوهات الجديدة، واخواننا الفلاحين كلهم يستفيدوا ويعرفوا يزرعوا أراضيهم صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.